يا هلا ويا مرحبا. اليوم وصفتنا مرة لذيذة وسهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت والأغلبية يحبونها، اللي هي السليق. عاد السليق كل منطقة تحب تسويها بالطريقة اللي هي تحبها. طيب هنا نقعد تقريبا كوب ونص رز حبة قصيرة، وغسلت دجاج هنا منظفته زين، ملح، فلفل أسود، البهارات، مستكة وورق غار وهيل والبصل طبعا، والقشطة على حسب الرغبة. في ناس تحب تضيفها، في ناس لا. اليوم أنا بإذن الله راح أضيفها، وحليب بودر وحليب سائل. هنا حميت قدر الضغط الكهربائي، راح أضيف له زيت والبصل والدجاج. حميت الزيت أول، راح أقلب البصل شوي، البهارات، فلفل أسود شوي، لا تكثروا. إذا عندكم فلفل أبيض يفضل، لك أنا ما عندي فاستخدمت الفلفل الأسود. هنا أضفت الدجاج، قلبتها، أضفت الملح، حاليا أضيف الموية. خلاص اتركهم تقريبا 10 دقائق تكون جاهزة. طلعت على جنب وصفيت شوربة الدجاج. راح اضيف حاليا الرز، راح اضيف ملعقة سمنة، الحليب، راح اضيف حليب السائل على حليب البودر، تقريبا 3 أكواب حليب على الكمية كلها. خلطت الدجاج بعد ما استوى وصفيت موية الدجاج، أضفت الرز هنا والحليب البودر، أضفت له حليب سائل تقريبا كوبين، راح نضيفهم راح أضيف ملعقة سمن أو زبدة، أضفت لهم ملعقتين من القشطة. خلاص أتركهم أحركهم شوي، وبعدها راح أقفل عليهم، أفتحهم بعد 3 دقائق تقريبا أو 4 دقائق، وأحركهم من جديد وأرجع أقفل عليهم 5 دقائق تقريبا، وراح تكون جاهزة معي بإذن الله. نتركها 3 دقائق.